مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في الحلقه التالتة من فلسين مع محمدين محمد عرفه. ومحمد صلاح. طيب النهارده يا جماعه هنتكلم عن اجمد 10 افيهات من وجهة نظر كل واحد فينا في السينما المصريه. سواء بقى هل الافيهات دي مشهوره او اندر ريتد، المهم ان احنا لما اتفرجنا عليها ضحكنا يا استاذ عرفه. انا مجمع اكتر حاجات ايكونيك او اكتر حاجات انا شايفها احسن افيهات. ممكن تختلف معايا، ممكن تقول لي طب ده انت نسيت واحد. ممكن اكون ناسي طبعا، ففكروني انتوا باللي انا نسيته يعني. والافيهات اذواق طبعا صح زي يا أستاذ كل عرفة؟ حاجه. بالظبط كده. اكشن. اول افيه بالنسبه لي هيكون من فيلم القرموطي. خلينا نبدا سخنين فاهم ازاي؟ اعملوا والنبي وانتوا ما لازم هنقوله طب. اول افيه هيكون من فيلم القرموطي، وهو المشهد طبعا الايكونيك اللي هو القرموطي قاعد على المكتب وقدام الكره الارضيه وبيلف الكوره. اوديك فين يا وحي؟ اليابان، زلازل وراكين كوريا، نووي. كانت اسكتلندا تيجي لي بجيبه. بدأ يرجع لنا بجيبه. خلينا نشوف الفيلم ده. اليابان، نعم، براكين وزلازل. كوريا، نووي. بقى اسكتلندا. هي اسكتلندا؟ لا، اسكتلندا ايه؟ دول الرجاله بيلبسوا جيبات هناك، الواد يروح ببنطلون يرجع لي بجيبه. انا اول افيه وشايفه ان ده اعظم افيه في السينما المصريه بالنسبه لي، هو افيه خدت كام يا منتصر. ايوه، طب تعالى نقول يا استاذ. الافيه ده ملاك اسكندريه طبعا. احمد عز خلاص في لحظه ان الفيلم بنفهم ايه اللي حصل وبتاع، فقاعد مع استاذ خالد صالح طبعا. وبعدين هي ساندرا نشأت بتقول لك هو احنا هي كانت عطلانه في اللحظه دي، مش عارفه تعمل ايه في اللحظه، اخليه يقول ايه، فهو راح ارتجى الموضوع الاثنين ما يقولهاش جاب في السينما جدا مع الناس. ده افيه رهيب طبعا. فقال له خدت كام، فراح عمل له كده. ايوه، 2 مليون. تعال نقول يا استاذ عرفة، خدت كام يا منتصر؟ 2 مليون. اصل انا لابس نظاره وانا مش استاذ خالد صالح. استاذ خالد صالح ده ما حدش تعالوا نشوف الافيه ده. خدت كام يا منتصر؟ 2 مليون. ده اخويا، انا مش هخبي عليك. تاني افيه معايا اللي هو كان من الفيلم الايكونيك برضو، اللي هو فيلم ثقافي. طبعا احمد عيد، فتحي عبد الوهاب، احمد رزق. وهو المشهد اللي خلاص المفروض ان هم اتزنقوا، فاضطروا ان هم يروحوا يتفرجوا على الفيلم في المكان اللي جنب الجمعيه اللي هي الخيريه اللي هي جنب جنب المسجد دي. قال له خلاص شغل الفيلم وبتاع. المهم كده وحاول ان هو يشغل له الفيلم وكده، راح قاطع البتاع بتاعت الكهرباء. وبعد كده طبعا احمد رزق قاعد يقول له خلاص بقى ان شاء الله يا مولانا توعدك لو وقع تحت ايدينا شريط تاني زي ده اكيد مش هنتاخر عليكم وبتاع. فطبعا الافيه بقى يا جماعه هو اللي انا مختاره، لما احمد عيد بيرد عليه بيقول له يا راجل ده انت ناقص تقول له نمره برايس. ده طبعا اجمد افيه. تعالوا نشوف. بتبقى صدف يعني، احنا نفسنا بنتعب قوي على بال ما بتقع في ايدينا، بس اوعدك لو وقع في ايدينا حاجه قريب هنجيبها لكم على طول. يا راجل ده انت ناقص تقول له نمره برايس. يلا. انا بقى الافيه الجاي اتحداكم ان انتوا واخدين بالكم منه. اوكي، انت هتقول لي انت هتقول لي انت واخد بالك منه ولا لا. اوكي. في فيلم سيد العاطفي تمام. كان في الراجل مش فاكر اسمه، بس كانوا مشوا تامر حسني وبتاع وخدوا منه الاكل، وراح قال لك هاتوا لي الاكل ده، حرام الاكل ده يترمي. عارفه طبعا. ده اللي هو كان رئيس الجامعه.
رئيس الجامعه. وهو اللي ايه قال لك ده حرام الاكل ده يترمي وبتاع. الإفيه ده في حد من عيلتي برضه علق عليه. لا عايز اقول لك برضه يعني مش اي حد فعلا هيركز في الإفيه ده، لازم يبقى حد سينمائي قوي. وهو مرمي في اللحظه الاخيره حرام الاكل ده يترمي. بتنجان وطعميه وبتاع، ده بتنجان يا باشا. حلو الإفيه ده. تعالوا نشوف الإفيه ده. يلا بينا. كوم الزباله اللي حواليك دي دي بتنجان يا باشا، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا ولفوا لي الاكل ده. حرام الاكل ده يترمي. الإفيه اللي جاي ده بقى يا جماعه، الفيلم ده والإفيه ده اهداء لكل يعني كل اصحابي وكل الناس اللي بتحب فيلم بوشكش. لان ده برضو من الافلام الايقونيه لمحمد سعد بالنسبه لي. ف ده الإفيه طبعا اللي هو بتاع شغال اكل. اللي هو قال له شغال اكل، اللي هو كان هربان طبعا فكرنا بيه. هفكرك بيه. كان هربان مع اسماعيل فرغلي ومتكلبشين مع بعض، فعايز يخلع منه يعني. فبيقول لي زينه يعني تحضر اي اكل كده عشان ايه، تحط له سم، تحط له منوم في الاكل ده ويخلع هو منه بقى، يفك البتاع ده ويخلع منه. فقال لها عندكم زفر؟ فقالت له في لها طيب. قال له تاكل زفر؟ فقال له شغال. قال له شغال ايه؟ قال له شغال اكل. قال له شغال اكل بقت مهنه خلاص، شغال اكل. قال له في معده تستحمل الكلام ده؟ قال له بعوني. قال له بعوني اللي انت هتجر عربيه ده. قال له بعوني اللي دي فاكرها. قال له بعوني اللي هتجر عربيه ده. لا هو محمد سعد. انا ليا افيهين هنا تقريبا محمد سعد. لازم محمد سعد يا جماعه مش قنبله. قنبله. لا الفيلم ده بالنسبه لي فيلم ايكونيك. وفي بقى الفيلم ده في حاجه حلوه فشخ، انه معظم افيهاته حركيه اكتر من كلام. ايوه لما ركب الموتوسيكل في الزنزانه اركب. قال له المره الجايه، قال له طب ما فيش خوذه. قال له المره الجايه انا هسيب لك خوذه. وفي الافيه اللي هو برضو انهي لما كان خلاص بقى اللي هو هجيب السلسله، يعني هجيب السلسله، وراح قاعد تحت العربيه كده، بيخبط البتاع كده، راحت البتاع راحت واقعه فوق دماغه عليك. لا الفيلم ده من اجمد افيهات محمد سعد. واللي هو وعندكم حديد بقى ولا ما قالش بقى ولا عايز الرجاله والحاجات دي. تعالوا نشوف الافيه ده. تعالوا نشوف. بقول لك ايه؟ نعم. عشان عندكم زفر؟ في زفر. في زفر. في زفر. تاكل زفر؟ ايه رايك؟ شغال. شغال ايه؟ شغال اكل. شغال اكل؟ هي بقت مهنه؟ الاكل عندك بقى مهنه؟ شغال اكل؟ في معده تستحمل يعني ولا؟ بعون الله. خلاص بعون الله. انت هتزق عربيه نقل خلاص. الافيه اللي جاي بقى من فيلم الناظر. طبعا. لا فيلم عبود على الحدود. ولا الناظر؟ لا عبود على الحدود. عبود على الحدود ماشي. لما كان رايحين يخطبوا لحسن حسني. اوكي. وهو علاء ولي الدين الله يرحمه عايز يبوظ الجوازه باي شكل. فبيقول له انت المشهد ده. لا بص بقى بعدين في المشهد بيقول له طبعا انتوا عندكم نخوه وكده. قال له طبعا. قال له ابويا ده جدي مات مقتول، قطعوه 100 حته قدامه وما رفعش شماعه. قال له يبقى طيب. قال له بيلعب قمار. قال له بيكسب ولا بيخسر؟ قال له بيخسر. قال له ده بيعاجبه. قال له بيعاجبه. قال له طب خد بقى التقيله، ده بيشرب بانجو وسايبه معايا. قال له يبقى نكرمه البانجو يا رجل. المشهد ده كله مسخره طبعا. يعني هو انا بشوف ان علاء ولي الدين الله يرحمه الثلاث افلام اللي عملهم حلوين كبطل، يعني عبود والناظر وابن عز. ابن عز ده يا جماعه الفيلم ده بجد فعلا اندر ريتد بشكل. الفيلم ده فيه افيهات انا محتاج اشوفه عشان مش فاكره خالص. لا لازم تعمل لي ريواتش بجد. الفيلم حلو جدا جدا يعرفها. وفي افيهات برضه اندر ريتد رهيبه. يعني في افيه انا فاكر، عارف الراجل اللي هو ابو ليلى اللي هو بيتكلم بطريقه غريبه ده، اللي هو له شؤون عبد الشؤون مش عارف، اللي هو بيتكلم بطريقه غريبه ده لو تفتكروا. ففي المفروض ان هم راكبين مركب وهربانين بره البلد، فهربانين على مركب كده، فهو واقف الناحيه الثانيه فبيقول له يا ابو ليلى. فابو ليلى ده راح باصص في البحر. قال له انت بتبص في البحر ليه؟ هو في سمك هتكون بتندهلك؟ يعني في سمك هتكون بتندهلك مثلا ولا حاجه؟ هو حضرتك والد العروسه؟ عمها. اهلا وسهلا.
هو انا كنت عاوز الفت نظركم لحاجه مهمه. قول يا ولدي. طبعا انتوا عندكم النخوه والكرامه والشهامه، ولو حد تعدى عليكم ما تعديش بالساهل، ونطخ كل اللي ياخد حقنا. ابويا بقى مش كده خالص. كيف يا ولدي؟ تصور حضرتك ابوه اللي هو جدي مات قدامه مقتول، اتقطع 100 حته، ما رفعش شماعه يدافع بيها عنه. يبقى راجل طيب. طيب طيب هقول لك على حاجه، ابويا بيلعب قمار، بيجيب صحابه كل يوم ويسهروا للصبح يلعبوا قمار. وبيكسب؟ لا بيخسر. يبقى ربنا بيعاقبه. بيعاقبه؟ طب من الاخر عشان نخلص بقى، من الاخر خالص يعني، ابويا بيشرب بانجو، والبانجو بتاعه هو بيشيله معايا عشان اي لجنه تاخدني ويطلع هو. ما شاء الله ما شاء الله، يبقى لازم نكرمه. الافيه اللي جاي بالنسبه لي هو افيه من فيلم محامي خلق، اخراج استاذ محمد ياسين، تاليف استاذ وحيد حامد، طبعا واحد من اهم الناس اللي بتكتب يعني. انا مش فاهم ازاي استاذ وحيد حامد عمل الفيلم الرهيب ده. هقول لك ليه. لا مع يعني استاذ هاني رمزي، فاهم ان هو ماشي في سكه الكوميدي وكده، بس استاذ وحيد فاهم. اما هو اقول لك على حاجه، هو يمكن كان استاذ وحيد معروف عنه ان هو بيعمل افلام جد جدا، بس بس عايز اقول لك حتى في الافلام اللي كان عملها مع استاذ عادل امام انه كان بيعمل افلام سواء لعب مع الكبار او الارهاب والكبار او الحاجات دي كان فيها ضحك جدا. كبير. وفي فيلم تاني بتاع هاني سلامه اللي هو الاولى في الغرام، ده كان كوميدي. انا بحب الفيلم ده جدا برضه. لا مش فاكره. انا عارف اللي هو ومنى شلبي لما كان عمه عايز يأدبه فخد منه ثروته وبتاع، وراح بقى اضطر يعيش في منطقه شعبيه عشان يتعلم الادب يعني. ايوه. وطلع في الاخر هم اللي عاملين عليه التمثيليه ده عشان يربوه يعني. فبرضه كان تاليف استاذ وحيد حامد يعني. المهم فده من الافلام اللي انا بحبها جدا برضه. ففي طبعا يعني اهم حد بقى كوميديان في الفيلم ده بالنسبه لي بعد هاني رمزي كان استاذ وحيد سيف. طبعا. فطبعا الافيه اللي هو بتاع لما مرات الراجل اللي هي كانت عايزه مرات اللي هي ده عايزه تطلق، فالراجل ده جاي له في المكتب بعد ما قرا البتاعه دي، فقال له انت جاي تثبت ازاي؟ قال له الراجل قال له انا جاي اثبت اني بعرف. فقال له انت جاي يعني تثبت عندي ازاي في المكتب؟ قال له انت جاي تثبت عندي هنا في المكتب انك بتعرف. قال له تثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وجاي تثبت عندي هنا؟ ما تروح يا ابني تقدم مستندات ولا حاجه. لا وطبعا ومنظر وحيد سيف اللي هو لو كان ماسك الورقه كده، وعارف اللي هو بتعمل كوميك كتير دلوقتي، كان اللي هو كده وبيبص له كده متبرجل كده. ايوه يا ابني حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ حاجه بسيطه خالص، انا جاي اثبت اني بعرف. وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب. الافيه اللي جاي برضو مش عارف انتوا واخدين بالكم منه ولا لا، اللي هو في فيلم علقة موت. انا عايز اقول لك كل مره اقول ان انا هتفرج على الفيلم ده ما اشوفوش للاسف. لا انت لازم تشوف بقى. بس عارف انه اتعمل عليه تحليلات وسف وبلاوي سودا. لا ممدوح فرج في اخر الفيلم لما الموضوع كله بيتحل وما اعرفش ايه وبتاع، فبيطلع كده ويقول شكر خاص لوزاره الداخليه ورجال وزاره الداخليه. ايوه وزاره الداخليه. جامد. صباح الخير كابتن ممدوح. صباح الخير. في اخبار بتقول ان الاتحاد في طريقه لتنظيم بطوله دوليه في مصر، تعليق حضرتك ايه؟ البركه في وزاره الداخليه ورجال وزاره الداخليه. ده في بقى يعني لازم يتمثل وبعد كده تبقوا تشوفوه بقى. ده من فيلم ابن عز. لا بس انا مش فاكره فمش عارف امثله معاك. لا انا هقول لك. ماشي اديني فرصتك اصل اعرف خد فرصتك قدام الجمهور بقى. ماشي. ده افيه طبعا ما بين الاستاذ علاء ولي الدين والاستاذ محمود عزب اللي هو عزب شو. تمام. فده الافيه طبعا، بس انت اكيد الافيه ده عدى عليك، اللي هو بتاع قصيده بحبك يا ام عمرو. لا. اوكي. هو طالع شاعر اللي هو محمود عزب، فقاعد كده وعلى الكورنيش وبيحاول يكمل القصيده مش عارف يكملها خالص. تمام. فبيبص لا علاء ولي الدين قاعد، فايه عايز يعني ايه يقول له القصيده عشان يكملها له ياخد رايه فيها يعني. فالقصيده بتقول ايه بقى؟ ايه؟ بحبك 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 يا ام عمرو، بحبك ونفسي جوزك يسيبني احبك. ايوه طبعا عارف. او يطنش او ايه بقى؟ او يلعب مع عمرو تحت. ده اللي فيه طبعا لازم تشوفوا ايه اللي فيه ده. فلا كان خطير يعني. وقال له وهو يعني كان فاضل له اللاين الاخير ده اللي هو او ايه بقى؟ ها وقف على ايه بقى؟ فقال له او يلعب مع عمرو. يلعب مع عمرو تحت. منطقه نورمال كده.
ده برضه الافيهات اللي انا بحبها جدا. القصيدة بقول فيها بحبك ونفسي جوزك يسيبني احبك او يطنش او ايه هي اللي جايه بقى دي اللي انا عايزها. كلام معايا تاني من الاول. بحبك ونفسي جوزك يسيبني احبك او سيبني بقى اتكلم انا. هقول لك انا بحبك ونفسي جوزك. ايوه بحبك ونفسي جوزك يسيبني احبك او يطنش او يلعب مع عمرو تحت. نورمال. ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ انت عظيم. انت فنان. طب سيبني ريحتك شعر. بص يا فنان ريحتك شعر. عندي سؤال ليك. اتفضل. انت جايب افيه من صعيدي؟ لا انا جايب افيه من صعيدي. ادينا اصل اعرفه. عارفين انتوا المشهد بتاع عم شهبوري لما جابوا عم شهبور وقال لي والله العظيم يا عرفه لو طلع الافيه اللي في دماغي لان انا كنت حاطه وشيلته مش عارف اللي هو بيقفل بيه المشهد خالص. لا اللي هو لما قال له هات لحد ما يندعوا على اسمك. ده جامد ده. بس ماشي حلو. لا بس بتجرجروا لجوه وبتاع وتقعد تفك واحد. انا مش شايف انت ضلمه خلقه وما اعرفش ايه. فبتقول له استنى بس هعلمك. قال لها تعلمني ليه؟ ما انا رايح الجامعه الصبح. وبعد كده الراجل قال لا اله الا الله يفعل عبد الله توفت الحاجه فقال لها الوليه ماتت من وشك الاسود. كل الناس شافت الليله الحمراء الا انا شفت الليله السوداء. هخش البيت والحاره ازاي؟ مش تخليك مفتح؟ يخرب بيتك. يلا الله وبتطفي النور ليه؟ ما انت مضلمه خلقه. تعالى فين؟ اسمع انا مش بتاع الكلام الفاضي ده. انا مش زي العيال اللي بره دي. انت بتعمل ايه؟ هعلمك. وتعلمني ليه؟ ما انا رايح الجامعه الصبح. اسمع اوعى يا انا ما بحبش الكلام الفاضي ده. الافيه اللي جاي من فيلم مسخره. فيلم خالتي فرنسا. طبعا عبله كامل بقى ومنى زكي وكده وطلعت زكريا. فالافيه طبعا اللي طلعت زكريا اللي هو كان قاعد مع استاذ عبله كامل وبيحاول يقنعها ان هو ايه يعني بيرتبطوا ببعض وهو بيحبها وكده. فهي قعدت تقول له كلام كتير كده قال لها ابوس ايدك بقى ابوس ايدك يا فرنسا انا ضارب باكيتين مانجا عشان اعرف اتوازن. يعني خلاص بقى طلع منه عسل. الله يرحمه. فرنسا انا ضارب باكيتين مانجا عشان اعرف اتوازن. انك جيتي لغايه هنا. فرنسا انا ضارب باكيتين بانجو عشان اقدر اتوازن. الفيلم اللي جاي يا جماعه لعادل امام بس مش في فيلم كوميدي لعادل امام. في فيلم عمارة يعقوبيان. افيه في عمارة يعقوبيان. اوكي. اللي هو لما كان راجع العماره وواقف بيزعق. شايفينه واقف بيزعق قدام الاسانسير. مش ممكن سكان العماره معرفش ايه. واحد وبعدين بيخش خالد الصاوي فبيقول له سكان العماره ما اعرفش ايه. بيقول له مين ده؟ قال له الاستهتار يا فندم وما اعرفش. قال له ما انا عارف مين ده. قال له ده معايا. قال له معاك. قال له ممكن تطلع تشوف مين اللي موقف الاسانسير. قال له لما يأمرني يا حاتم بيه. قال له امره يا حاتم بيه. فطلع له هوبا شديد ما شاء الله. سبرنت ليلتكم زي الفل ان شاء الله. انت راجل حلو. قال له هي ليالي فل على ناس ونكد على ناس. المشهد ده مسخره. عادل امام رياكشناته يا جماعه مميته. والطريقه اللي هو بيقولوا بيها اللي هو بيقول له ده لا ده معايا. لا معاك. قال له معاك. هو الناس كلها عارفه بس بتطلع عليه وهو واقف عادي. اعرف حاتم بيه مش فوق سكان العماره. واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معايا. معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه. ما تطلع يا ابني كده الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. لما حاتم بيقوم. امر حاتم بيه يجيب الاسانسير من فوق. ما تخافش مش هيحصل له حاجه. زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا. اطلع يا برو. اطلع يا برو. اوبا شفت الواد طلع طلعه عمل سبرنت. نمر. اي والله نمر. واد جامد. انت ابن حلال تستاهل كل خير. ليلتك فل حاتم بيه. ما الليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. الفيلم اللي جاي من فيلم فول الصين العظيم.
طبعا الفيلم ده فيلم خطير طبعا، استاذ شريف خلفاء واستاذ محمد هنيدي. بحب الافيه اللي هو لما خلاص هنيدي لازم يسافر، محي لازم يسافر ومفيش مفر بقى، فبيجي له مين؟ خاله، جده، اللي هو ايه، الشرقاوي. فبيجي يقول له انت تروح لامك، فاكر امك يلا. قال له لا يا جدي انا ما اقدرش اسيبك. قال له يا عم سيبني سيبني بدل ما اسيب الدنيا كلها. خلاص اعمل فيك ايه؟ فالطريقه اللي بيقول له فيها انت تروح لامك، انت تروح، انت قلبتها حلوه قوي دلوقتي يا تروح لامك. اسمع، انت تروح لامك، فاكر امك يالا. الافيه اللي جاي بقى ظهور تاني لفيلم القرموطي. اوكي انت مختار افيه؟ لا انت مختار افيه. مختار افيه وانت افيه صح. اوكي. لما قاعد مع وحيد ابنه جاب له الدش وبتاع وبيقول له انا قفلت لك قنوات الاغاني وفتحت لك قنوات ايوه ما اعرفش ايه وبتاع، فبيقول له اوبا الاسامي نازله اهي العب. فقال له ولا انا افتكرته فاهم هيزعق له عشان مثلا بيقول الاسامي نازله ونكبر الموضوع والفيلم وبتاع. قال له ولا العب دي بتاعت القرموطي. احنا هنخش على شغل بعض ولا على شغل بعض ولا ايه؟ حلو الافيه ده. المزة ديت هي بطلة الفيلم، اسمها شاشتولينا، ايطالية الجنسية، 44 سنة وعاملة 52 فيلم وحوالي 3400 صورة عريان. الاسامي نازله اهي العب. ولا العب دي بتاعت القرموطي، هنخش على شغل بعض ولا ايه؟ الافيه اللي بعده هو افيه من فيلم برضه بحبه جدا، اللي هو فيلم حرامية في كي جي 2. كريم عبد العزيز، حنان ترك، ماجد الكدواني. كانوا في الماراثون بتاع الاطفال والسباق وبتاع، ففي مذيعه بتعمل انترفيو مع ماجد الكدواني، تمام؟ فبتقول له حضرتك بتشتغل ايه وكده، فبيقول لها ان شاء الله في مجال الاعلام. فقالت له ايه ده يعني حضرتك زميل؟ قال لها لا اخ عزيز باذن الله. لا اخ عزيز باذن الله. اكيد اداؤه كان مميت. طبعا طبعا. قالت له يعني انت زميل معانا هنا قال لها لا اخ عزيز باذن الله. ان شاء الله يا سيد ابو العربي من اثرياء القوم ومن اسرى اثرياء بورسعيد. بورسعيد اهلا بيك معانا. حضرتك بتشتغل ايه بقى؟ ان شاء الله في مجال الاعلام. يعني زميل يعني؟ ان شاء الله لا اخ عزيز باذن الله. الافيه اللي جاي من فيلم الباشا تلميذ. اوكي. لما كانوا داخلين المكان المشبوه واقفين مترصصين، ايوه، ويقول له ما اعرفش ايه ممنوع، يقول له طب ينفع لب ابيض؟ يقول له ممنوع ما اعرفش ايه، واللي معاه موبايل كمان يقفله. فراح قال له طب ينفع اعمله فايبريشن؟ ده كان رامز جلال. رامز جلال في الفيلم ده يا جماعه. ممكن اعمله فايبريشن. انا مفتقد رامز جلال هو بدور تاني دور تالت. طبعا كان جامد. والعيال لعبت، العيال هربت وعيال حبيبه ايوه صح والحاجات دي. على ذكر عيال حبيبه برضه، كان في اللي هو برضه لما كانوا رايحين لصباح في المكان اللي هو قال لها قالت له كان بيقول لها طب انت ما تعرفيش لو عرفتي اسمه ثلاثي؟ قال لها بتقول له هو اسمه ايه؟ بيقول لها اسمه عيد. فبيقول لها طب ما انت ما تعرفيش لو عرفتي اسمه الثلاثي هتعملي ايه؟ قالت له ايه؟ قال لها اسمه عيد سعيد رمضان. قال لها طب نطلب السحور بقى. لا جامد برضه. حلو. انا فاكر هو حتى رامز قالها في الفيلم ده، لكن لا ممكن اعمله فايبريشن. طب ما انتوا يعملوا ينفع تحسوا الطالب المتشرد. ينفع كاميرا فوتوغرافيا تسلف الامانات. لو في لب ابيض يلا انت خليك في حالك يا عم. حاضر. بقول لك ايه انا مش مستريح لك. طيب واللي معاه موبايل كمان يقفله. ممكن اعمله فايبريشن؟ مش ناقصه هز يا اخويا، مش ناقصه هز. الفيلم ده بقى اللي جاي ده للزعيم بقى، هو فيلم قديم شويه التسعينات، هو فيلم بخيت وعديل الجزء الاول، تمام؟ طبعا يا جماعه ده اشهر مشهد اكل يعتبر في السينما المصريه، اللي هو لما خلاص بقى لا ده اللي هو لما كانوا بيقسموا الفلوس. ده بقى الافيه ده لما كان ماسك الفخ. طبعا ده اللي هو بعد ما لقى الفلوس وبتاع قرر هو بقى يا عيني جعان، فقال لك بقى روح اكل بقى. راح ماسك الفخ وانا من البلد دي. وانا من البلد بلد ابوه. وانا من البلد وانا من البلد بلد ابويا وجد جدي وانا من البلد. الافيه الجاي، الافيهين الجايين لمحمد سعد. اوكي طبعا. فاول واحد من فيلم كركر لما كان فاتح محل الكاوتشات ده وما اعرفش ايه،
ايه يا عم انا فتحت عليك الحمام وما اعرفش ايه. تمام. بعد كده بياخد تليفون الزبون يقول لها الو يا عم لا لا راحته بقى. ايوه بيتكلم تليفون الزبون واتكلم براحته بقى. لا 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 دي قتلتني. جامد قوي. ايوه لا خلاص بقى بيتكلم بقى ايه مش برصيده، بيقول لها الو بيطول في الالو. لا لا ده تليفون واحد والراجل خلص يا عم. الو ايوه ايوه لا 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 براحتك. لا ده تليفون زبون هو ظريف لطيف غلس كده. لا 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 لا. اللي في بقى الاخير بالنسبه لي من فيلم وش اضرب محمد هنيدي. طبعا لما كان قاعد هو ودياع عبد الخالق وبتاع وقاعدين بيحشروا، فاللي في طبعا اللي هو لما كان بيحاول يشرب محدش شاف فوقي، محدش شاف فوقي يا جدعان عايز يشرب. هي روح المشهد، روح المشهد. المشهد من اوله لاخره هو بيقول له انا هي بقى حلو كده قوي يا جدعان، احسن انا شايف كلكم ورا ولا انتوا كلكم ورا. خلاص. وفي الاخر بقى عشان ما اعبرش علوم بس خلاص بقى يا جماعه عشان ايه كده بدات اشوف حيوانات. انت بايظ. حد شرب بقه يا جدعان؟ بس كان عايز يشرب قهوه. انا الافيه الاخير بقى لمحمد سعد في الفيلم اللي بالي بالك لما رايح يخطب لهتم. طبعا دي لازم تامن عليها مضروب وراها كمبياله. انت هتقول لي ايه؟ مفيش از. بعد كده بينتقل للراجل بيقول له 9 يوم العيد ان شاء الله شبكه وتكتي تك. انت فاهمني ولا ايه؟ انت فاهم كويس ولا ايه؟ قال له قال له از مفيش از. هو عايز يقول له ازاي. يعني الناس كانت بتقول ان هو كان عنده لاين يقول له قال له ازاي يا لمبي. هو ما ادالوش فرصه. تقريبا طه دسوقي اللي كان بيقول الحكايه دي. ايوه كان قالها في برنامج از قال له مفيش از. يبقى خلصنا احنا كل واحد 10 افيهات بتوعه. قولوا لنا انتوا ايه اكتر 10 افيهات شايفينهم في الافلام المصريه بيضحكوكوا، ولو نسينا حاجه قولوا لنا، ولو بتحبوا حاجه من اللي احنا قلناهم يا ريت ايه تعرفونا في الكومنتس. اكتبوا لنا في كل الكومنتس اللي تحت دي عايزين بقى شويه افيهات حلوه كده، اختاروا لنا كده ايه شويه افيهات. ايوه عايز مرجع للافيهات في الكومنتس. نرجع انا اروح ابص اتفرج على الافيهات دي بسبب بالظبط كده. وان شاء الله ممكن غالبا هنعمل حلقه ثانيه برضو عن 10 افيهات تانيين برضو، لان انت عارفين خلينا يعني نفكر تبقى سلسله افيهات، لان الافيهات كتير قوي. احنا عشان نختار 10 دول يعني فلترنا كتير، ففي حاجات كتير قوي لسه ممكن تبقى سلسله فيديوهات استعرفها. ولو في حاجات ايوه ولو في حاجات اتفقتوا معانا فيها ان هي لازم تبقى من اهم 10 يا ريت تقولوا لنا ونحطها لكم في الفيديو اللي جاي. يلا سلام.